ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ فيديو النهارده يمكن يكون مختلف شويه عن اللي انا بقدمه، هو مش هزار ودي حاجه غريبه يعني، بس قشطه يعني انا بحب اجرب. فيديو النهارده انا مش جاي احلل لك تراك ولا اقول لك ان ويجز بدا ازاي ولا الكلام ده، يعني الكلام ده هتلاقيه في فيديوهات كتير قوي، هتلاقي ناس كتير قوي قالته. نبدا. عمرك سالت نفسك هو ويجز بيعمل ايه؟ هو ويجز بيقول ايه في الاغاني؟ انا اتحداك ان ممكن يكون اكتر اغاني انت بتحبها لويجز انت اصلا مش فاهمها، او هقول لك يا عم انت مش فاهم نص كلام، بس عارف النقطه الفاصله هنا ايه؟ ان انت برضو بتحب الاغنيه وبتقعد تشغلها وانت اصلا ممكن تكون مش فاهم نص كلام، بس لا انت قشطه الاغنيه حلوه يعني حاببها يا عم. انا مش فاهم بس حاببها. انت مش فاهم اي حاجه في اي حاجه، مش فاهم انت اي حاجه في اي حاجه. تعال اقول لك بقى ليه. عشان الليله ختامها ويجز مين الشغلة توباتي تحرك الشرطي عادي مش قاصد لو يتكتروا بعمل زوج. ويجز شخص كرياتيف فشخ، هو فعلا ممكن تاخده نموذج للكرياتيفيتي. ويجز حرفيا بيقول اي حاجه، وده مش كلامي، هو نفسه قال كده. ويجز كان في مقابله وقال انه زمان كان بيكتب اي حاجه واللي بيجي في دماغه، وانه دلوقتي بقى مقيد بسبب ان عنده فان بيس كبير بيتاثروا بكلامه. بحس ان انا زمان كنت بقول اي حاجه وما كانش عندي اي مشكله اقول اي حاجه. اليوم مسؤول. دلوقتي انا مسؤول عن تصرفاتي اصلا، دلوقتي الناس فاكراني كبرت. طب قلت مرة انا حاجة مضطر مهمة. اتعايش مع الوضع ده. طب انا عايز اقول لك على حاجه، اصلا ان اشهر اغاني ويجز هو كان بيهزر فيها اساسا، زي اغنيه باظت خالص. ويجز طلع وقال انه كان بيهزر مع اصحابه في الاستوديو وقام قال لما عاملها اغنيه. يعني لو جينا ناخد مثلا كام بار من الاغنيه دي، تعالى اوريك. صعب تعديني زي سور المينا، دماغ مش ممنوعة يا نسوف نجيلة. هو انت بتقول ايه يا اسطى؟ هو ايه ده بجد والله؟ يعني انا عايزك تفهمني ايه اللي هو بيقوله. طب تعالى يا عم ايه نحلل البار ده. ممكن يكون سور المينا اللي هو كورنيش الاسكندريه، يعني اللي هو الكورنيش بتاع اسكندريه، لان في هناك مينا وبتاع، فاللي هو السور ده اللي هو الكورنيش والمينا. يعني دماغ مش ممنوعه ده اللي هو ممكن مثلا دماغ مش مخدرات، يعني عامل دماغ بس مش مخدرات، مش ممنوعه. ينسون في نجيله اللي هي اعشاب طبيعيه، يعني ممكن نقول ان ينسون ونجيله اعشاب طبيعيه، اللي هو انا عامل دماغي اعشاب طبيعيه. لو افترضنا ان تحليل البار كده، شفت عشان نوصل لك المعلومه دي قالها ازاي؟ طب بلاش دي. برو مفيش واحدة تحب فيك، برو انت اسمك سالوليت. تعال نقف هنا. هو مين سالوليت؟ انا عايز اقول لك ان انا والله قلبت الدنيا على واحد اسمه سالوليت. مفيش. خش اكتب على جوجل سالوليت، من هو سالوليت مثلا. مفيش حد اسمه سالوليت، هو غالبا ده واحد صاحبه يعني. عايز تاني يا عم؟ تعالى. فهمت حاجه؟ يعني مفيش كلام مش مفهوم، يعني دي اشهر اغاني ويجز. طب تعالى اقول لك بقى ليه. ويجز شخص حرفيا مش بيفرق معاه كلام الناس، فعشان كده هو مختلف، وعشان كده هو ما خافش انه يهبل بس بشياكه وابداع. ده اخر مره دخل في بودكاست، يعني كان في بودكاست هو داخل وكده، قعد يتريق على المذيعين، يعني كان في 3 مذيعين قعد يتريق عليهم ويسف عليهم. عم نحاول نعمل بودكاست. انا بحاول انام، فيا جماعه بجد دوشه. الناس دي دوشه، اسفين. صوت عالي وما استاذنوش من حد. صح. وغير كده اصلا عليهم 3 شيكات، الراجل بيدور عليكم. انتوا مين اللي جاب؟ مين اللي كان طالب ستيك؟ ولما واحد قال له انت لسه باخد شعرك ازرق، قعد يقول له انت رايك مش فارق لي، وقال له ها يلا قول رايك فيا. قلت مرة تحت الازرق في طفرة. كنت عامل شعر ازرق. حصلت. صحيح. حصلت بس ما كانتش فارقه معايا والله، ولا رايك ولا رايي ولا راي اي حد في الناس اللي قاعدين دي كلها. لا مؤاخذه يا جماعه. فهو بيقول اي حاجه، بس حرفيا الاي حاجه دي اللي خلتك تحبه واللي خلته مميز. فانا هسالك سؤال، واحد بيقول كلام جديد فشخ اللي هو انت اول مره تسمعه، مش هتحبه ازاي يعني؟ اسمي زي وسط الناس اي قصه تجيله وقت البان بس الصيدليه شرك كل الناس. لو ايه كمان عشان ما تزهقش، كل فتره يغير تسريحه شعره، يغير شكله، يلبس كل مره لبس غريب في حفله، يعمل لك كل اغنيه مختلفه عن اللي قبلها بستايل مختلف اصلا. يعني انت مره تلاقيه بيغني عن حب، مره تلاقيه بيغني عن خناقه، ففعلا في حاجه غريبه. يعني انت واحد بيقول لك باجي وفي ايدي الرضعة عشان اغدي النونة. تقول لي هو كده في كرياتيف يعني في الكلام؟ اقول لك يا اسطى بص، فاكر في فيلم الكيف لما ستاموني قال لك يا قفا؟ هي الفكره كلها هنا. شوف قال له ايه؟ قال له بذمتك عمرك شفت حد غنى للقفا؟ يا قفا، ما هو ده التجديد. طب انا راضي ضميرك، عمرك سمعت ايات حد جاب سيره القفا في ايات وغنوه؟ ومن اكتر بقى الحاجات اللي خلت ويجز مختلف كمان، مش ان هو مثلا بيقول لك كلام غريب او كده، ويجز بيستخدم صوته كآلة موسيقيه. وهو كان في مقابله وقال كده انه حاسس انه فويس اوفر اكتر من انه مغني اصلا، وانه بيحاول يديك الاتيتيود بتاعه وهو حاسس الجمله ازاي، عن ان هو يغني لك الجمله زي ما هي كده. يعني بقول الكلام بتكتي او بصياعتي، يعني انا بالسلامه غير بالسلامه. بس انا بحس ان انا يعني فويس اوفر اكتر ما انا مغني بصراحه. انا بس بحاول اوصل لك الطريقه اللي انا هقولها بيها لو انا بقولها بيها في وضع شبه ده. لو انا مخنوق من واحد اقول له بالسلامه، اقول له بالسلامه. بص مثلا يا اسطى بيقول هنا البار ازاي؟ كان نفسي ما سكيش، كان نفسي ما تكيش، تعبش كلامي حاد وجوز الفصيح، راسي سم ايدي حرك زميلي زور، استمتع عمري صير صوتي.
عارف بقى مين بيعمل كده بره؟ دون توليفر. لو انت ما تعرفش المغني ده فانت فايتك كتير قوي. المهم انا ما اعرفش هل ويجز استوحى فكره تغيير الصوت دي منه ولا هي جت معاه كده، بس حرفيا دون توليفر ده هو ويجز بالانجليزي، وده كله يعني راي شخصي، فانت ممكن تخش تسمعه وتحكم بنفسك. بص هنا مثلا دون توليفر بيقول البار ازاي. يعني انت ما حسيتش هنا ان ده ويجز نفس الصوت حتى؟ والله العظيم الصوت قريب. ويجز في حاجات في شخصيته قالها كتير في التراكات. اولها ان ويجز شخص بيخاف من الحسد جدا. يمكن اكتر رابر في مصر اتكلم عن ان الناس بتحسده على نجاحه وعلى اللي وصل له، وانه متضايق فشخ من الناس اللي بتحسده. تعال نشوف كم مره ويجز اتكلم عن الحسد في تراكاته. انا محسود اجيب خرزه رحنا وجينا ما شاء الله جبنا لبسنا ما شاء الله 5 علينا ما شاء الله احنا 5 علينا وانتو مش مشكله 5 علينا ملحق في عينا وقت بالنسبه لنا قلوبكم مرجوف الحسد تصدق. يعني عايز اقول لك ان لسه في تاني، يعني عايز اقول لك ان انا سايب اخر 10 تراكات ودول اسامي الحاجات القديمه، لسه في حاجات كتير تانية وانا ما جبتهاش. فانت زي ما انت شفت كده ويجز يعني حرفيا من كل اغنيه او اغنيتين بيذكر الحسد في ان الناس بتحسده وانه عايز ان العيال تبعد عنه والكلام ده، وانه عارف برضه ان الناس بتحقد عليه. بابا جيا فايجي عايجيا يا لما ارجع هجيبها واديها غير الدش هجيب العيد فيها. وبسبب انه عارف ان في ناس بتحقد عليه وعايزين يوقعوه، هو ما كانش بيدي اهتمام للناس دي، ومهما الناس انتقدته ودسته هو ما كانش بيرد اصلا. انا عايز اقول لك ان ويجز اتشتم بشكل صريح في الاغاني وهو ما كانش بيطلع يرد. يعني واحد بيشتمه بيجيب اسمه حرفيا كده اللي هو انا بشتمك يا اسطى، وهو ما كانش بيدي اهتمام اصلا. ده حتى وجوزه الطفل طلع عقل منك، وحابه اقول له وجوزه لو رديتها فلقك ولا انت مش كبير ولا من فطاحين دايما في اللي بيراعيك الشد بصاحي ربنا انا بتوفى هو كان بالظبط بيتعامل كأن انت عيل صغير مثلا في الشارع وبيشتمك فانت هتمشي تسيبه، فاهم؟ وهو فعلا على فكره اتسال ان هو ما بيردش على الناس اللي بتشتمه ليه، يعني ان هو في ناس بتنزل عليك دسات انت ما بتردش ليه. هو كان رده يعني رد ساخر شويه، ان هو قال ان هو مش بيعمل بيف، هو بيعمل كيك وسنير. لا انا لسه كنت بتكلم انا مش بعمل بيف، انا بعمل كيك وسنير. وهو اساسا كان قصده ان هو الكيك والسنير ده يعني هو مش بيسف او بيتريق، هو قصده ان هو لو عايز يوصل لحد حاجه او ياخد حقه من حد او يشتمه او اي حاجه، هو مش هينزل قصاده كديس تراك كامل، فاهم؟ او مش هيخش معاه بيف، لا هو هيرد عليه رد في الاغنيه بنكشه بسيطه او جمله وخلاص، فاهم؟ غير كده لا هو مش بيحط راسه في راس حد. لو انا عايز اقول لك حاجه اقولها لك بس اقولها لك once I'm rapping like yo ta 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 ودي عشانك انت ta 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 يجامي بس. لكن احط راسي في راس حد لا مش حوار يا برو، مش داخلين ماتش بوكس يعني مساك فل. اوكي. ودي من اكتر الحاجات اللي خلت ويجز ناجح. ولما تسمع اغاني ويجز اكتر هتعرف انه بيخاف من الوحده. ده حتى من اشهر بارات ويجز كان بيقول صاحبي مفيش بشر غيرنا 7 مليار وانا في وحده. انا عايز اقول لك بقى رغم كل الالوفات اللي بتحضر لويجز حفلات والملايين اللي بتسمعه، ويجز ما حضرلوش غير مره واحده بس اخوه حفله اللي هي كانت في العالميه، لكن غير كده مفيش حد من اهله قبل كده حضر له حفله. حتى هو كان في فيلم وثائقي وواحد ساله قال له هو انت يا ويجز امك هتيجي الحفله ولا ايه؟ قال له لا. طب ما فيش تيجي الحفله يا ويجز؟ لا. وبرضه ويجز ليه اخ وهو اخوه ده مقاطعه، وهو قال ان هو مقاطعه عشان هو فاكر ان ويجز بيكلمه مصلحه يعني وكده. كنت بحاول اتكلم مع اخويا اوصله وبس سد في وشي الدنيا. ما كان يرد يعني؟ لا هو ما يحبنيش اصلا. عنده مشكله معايا يعني. عشان هو مش بيحب الوحده وبيحب اصحابه جدا، واتكلم كذا مره عنه وانهم ممكن لو بعدوا عنه ان هو بيزعل وبيقعد يعيط. ده مره في واحد مذيع ساله قال له انت امتى اخر مره عيطت؟ قال له من يومين. قال له عشان صحابي سابوني ونزلوا. غالبا كنت مزنوق لوحدي كده، اللي هو مش لاقي حد معايا دلوقتي، فاهم قصدي؟ وقعت في حفره يعني، اللي هو عادي انا موجود في البيت وبحاول اوصل لكذا حد مفيش حد موجود، فاهم قصدي؟ او الناس اللي انا عايز اوصل لها مش موجوده حواليا. حسيت بوحده؟ طبعا اسوأ احساس في الحياه. يعني انت متخيل الموضوع عامل ازاي؟ وفي النهايه ويجز شخص جرب حاجات كتير وعرف ينتشر بسرعه ويخلي كل الطبقات تسمعه وما حطش نفسه في حته واحده. وانا شايف ان دي حاجه حلوه، يعني ان الناس كانت بتقعد تنتقده في حته ان هو مثلا بعد عن الراب وان هو بيقعد يهزر وان هو يقعد ينزل حاجات غريبه. انا شايف ان دي اصلا الحاجه اللي مخليها ويجز لغايه دلوقتي ترند والناس بتحبه والناس بتسمعه، وده ذكاء يعني واحد عمل كل انواع الموسيقى حرفيا عشان يجمع اكبر عدد. ده كان بيستغل الترندات عشان يتشهر، حتى ده عمل اغنيه للكورونا. لابس كمامه ومش دومين جرسي ميامش
نازل الشارع لابس اللاتكس انا نازل الغابه. ده راح مثل، ده حتى كان بيقول لك ان هو ممكن يخرج. بس كده، ولو انت وصلت لحد هنا فانت حبيبي وربنا، ويا ريت تدعمني عشان اقدر اكمل. لايك وسبسكرايب عشان الفيديو يوصل لناس اكتر، ولو انت عايز فيديو لحد تاني اكتب لي اسمه في الكومنتات. كان معاك عبد الله لالا، سلام.